السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة يا جماعة هتكلم معاكم في موضوع أنا بعتبره من المواضيع اللي احنا كلنا يمكن محتاجين إنه احنا نسمع. والموضوع ده أنا هسميه تعزية الوعي. يعني ايه تعزية الوعي؟ يعني هقول لكم حاجة بسيطة. احنا كلنا طبعا بلا استثناء في الحياة دي عدينا بمواضيع يعني معلش عكينا فيها وعملنا حاجات برضو أثرت علينا وأثرت على وعينا وأثرت حتى على علاقتنا مع ربنا. ففي بعض مننا يا جماعة بيحصل لهم تسميها صحوة روحية، تسميها استنارة، تسميها ان انت فقت من الحاجات اللي انت كنت بتعملها دي، سميها زي ما انت عاوز تسميها. بس في المرحلة دي يعني مش الكل طبعا، البعض مننا بيذهب. يعني سامحوني لو الصوت، يعني بحاول على صوت هنا برضو الامكانيات عندي مش كويسة، سامحوني يعني الصوت ضعيف شوية. البعض مننا بيروح لسكة العزلة، تمام، وبعضنا سبحان الله بيحصل معاه ان هو بيحصل معاه مرحلة انتقال وعي، فبيحصل معاه ان هو بيغوص وسط الناس، بيقعد معاهم وبيتعامل معاهم عادي، مش اي مشكلة. بس في حاجة هنا، انا ليه سميت الفيديو ده تعزية الوعي؟ احنا يا جماعة بيحصل معانا الموضوع اللي هو ما بنلقاش حد يدعمنا. يعني قصة انه احنا حد يدعمك دي بتحس انه هي صعبة، وبالذات بصراحة معلش في الوقت اللي احنا فيه. انا مش بقول لا سمح الله ان احنا بنفهم واحنا فلاسفة والناس التانية بحمير ما بيفهموش والكلام ده، لا، انا مش بتكلم في النقطة دي. بس انا بتكلم على انه انت بتيجي عليك لحظة في حياتك بتبقى لابد ان انت محتاج للدعم، لابد انت محتاج انه حد ياخد بايدك، لابد ان انت تحتاج حد يقول لك برافو، لابد ان انت تحتاج. ويمكن عملت فيديو قبل كده قلت ان انت ما تستناش حد يقول لك برافو. بس هقول لك على حاجه برضو، هو اصلا من الطبيعي ويمكن في الوقت اللي احنا فيه، في وقت السرعه ووقت الناس ما بقاش عندها اصلا اهتمام بحاجه اسمها وعي، ولا ان انت تتغير، وكل حاجه انت محتاج تجيبها معرفش بالفهلوه، تجيبها معرفش بايه الكلام ده. بس هقول لك على حاجه جميله، يكفيك والله يكفيك، وربنا سبحانه وتعالى شرفك بان انت وعيت. انت لما تفهم يعني ايه وعي وايه فهم، يا جماعه الموضوع كبير جدا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال حدثوا الناس على قدر عقولهم من المحل، الحديث ده جميل وخطير. لما تيجي تتكلم دلوقتي انت مع حد اعلى منه في الفكر ولا اعلى منه في الثقافه، لا، الموضوع يختلف. تحس نفسك انه انت بتتكلم معاه وهو بيسمع، كأنك انت المجنون وهو العاقل، او كأنك انت اللي هو المثقف وانت اللي ما بتفهمش. هي كده. بس ده ما يمنعش طبعا ان احنا بنحترمهم وبنحبهم، واحنا اصلا ما وصلناش للمرحله ان احنا نقعد ننظر على الناس. بس بقول لك لو حصل عندك الوعي والكلام ده، انت نفسك بتتغير، وبيبقى من معلش انت لازم اصلا تتعامل مع الناس دول، ما تتعاملش كأنك بتتعامل مع حد هو مش هيفهمك ولا هيبقى شبهك. صعب إلا إذا بقى اشتغل على نفسه ووصل للمرحلة اللي حضرتك وصلت ليه. ففي اللحظة دي يمكن قلت لحضراتكم ان احنا بنروح لسكة العزلة، وبنروح لسكة ان احنا نبقى لوحدنا والكلام ده، وقليل اللي بيدعمنا. يعني خاصة كمان لو البيت مش مصدق بالموضوع ده، او ما عندوش المعلومات الكافية ان هو يقدر يعينك. انت بتلقى مشقة وبتلقى تعب في الحوار ده بجد. يعني يمكن انا خدت فترة، يعني كنت الحمد لله انا من زمان بحب قصة ان انت قصة التطوير وجو ابراهيم الفقي والناس دي، طبعا كنت بحب الموضوع ده جدا. وابتديت بقى اتدرج من فلان لفلان لفلان لفلان. بس الحمد لله انا البيت عندي يمكن والدي بيعني في حاجات معينة، يمكن في القناة برضو في حاجات كتير جدا بيساعدني. بس ما اعرفش انا لو ما لقيتش حد يعني في الموضوع ده كان هيبقى حالي ايه. برضو ليه اصحاب برضو بتعنوا الكلام ده. بس اللي طيب، يمكن الفيديو ده انا بعمله لاخواتنا اللي هم بيلقوا تعب في ان هم بيعملوا محتويات ومحدش بيدعمهم، او في ناس بتفشلهم. سميته تعزية الوعي. يعني احنا بنعز بعضنا، شد حيلك، برافو، عاش، انت قدها، انت ما تيأسش.
انت مش مسألة انه احسن منه، بس انت ليك قيمة بجد. انت لما بتيجي تنزل حضرتك محتوى وانا بتفرج عليه، لا انا بشكرك. وانا بجد انا بشكر البنت اللي هي بتعمل محتوى ديني ثقافي تربوي توعية. الشاب برضو اللي بيعمل كده، الراجل الكبير حتى الكهل، انا بشكره جدا يعني وبواسيه وبقول له ما تزعلش. ولو حتى انت عشت في عزلة او عشت انت قاعد لوحدك او ما لقيتش حد يساعدك، اوعى تزعل ولا اوعى تركن الموضوع اللي انت بتعمله، لان انت بتعمل حاجة كبيرة جدا. كون ان انت تنشر الوعي مع الناس، وكون ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تغير منه، رغم اللي انت بتغير منه ده بيعتبر ان انت بتضره، لكن لا، حاول وما تسيبش الموضوع اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامك فيه. الموضوع كبير. يمكن انا خدت فترة طويلة جدا حصلت معايا مشكلة كبيرة جدا في البيت عندي، فمن خلالها بصراحة اتعاملت مع ناس اول مرة اتعامل معاهم. اكتشفت ان الموضوع انت صعب تصل لكل الناس، لان العقول مش واحد. ولو انت ربنا سبحانه وتعالى اقامك في حاجة، ما ينفعش ان انت تتعزل عن الناس بمسمى الوعي، لانه في ناس محتاجالك بره. في ناس محتاجالك ان انت تتكلم معاهم. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. محتاج ان انت تتكلم معاهم، محتاج ان انت تسمع. العزلة لو انت حسيت ان العزلة هي هتبقى نجاتك، ماشي اتعزل، بس ما توصلش لمرحلة ان انت ما تخرجش خالص ولا تتكلم مع الناس، ولا برضه نعتبر ان دول ما بيفهموش، ولا لمؤاخذة ان هم حمير وكده. فلازم احنا نشوف الكنز اللي ربنا اداهولنا، ولازم نتعامل مع الوعي كأنه ربنا سبحانه وتعالى ادانا طاقة من النور، ان احنا نعرف نستخدمها مع الناس وما نيأسش منهم. وزي ما قلت قبل كده، احاول على قد ما اقدر البيئة يا جماعة، البيئة ثم البيئة ثم البيئة ثم الأصدقاء. لازم اعرف مين صديقي، ما امشيش مع اي حد. زي ما انت بتخاف بجسمك يحصل له امراض، عقلك ممكن يصاب بفيروس، والله العظيم. اوعى تفتكر ان انا بقول لك كلام خيال، العقل ممكن يتفيروس. فخلي بالك، وحاول تطور برضو. لو بتعمل محتوى ولا بتعمل اي حاجة بتفيد الناس، حاول تطور، حاول كل يوم تبتكر حاجات جديدة. وموضوع طويل بصراحة، بس انا يمكن اعمل فيديو تاني ان شاء الله قريب اكمل بيه يعني تكملة الفيديو ده. وفي نهاية الفيديو احب برضو اقدم رسالة شكر للناس اللي بتتفاعل معايا، والناس اللي بتعلق لي، والناس اللي بتعمل شير، وكل الناس الجميلة دي جدا. احب اشكركم واقول لكم انا بحبكم في الله والله العظيم. وانا لولا حضراتكم وقوفكم برضو معايا القناة دي مش هتنهض على فكرة. وانا بحب اشكركم واشكر اي حد ساهم في ان القناة دي تكبر وتنتشر يعني. واشوفكم على خير.